وذهب إلى بيت تلميذه ابن أبي وداعة هذا، وقال له لقد بعد ما سأله عن حاله وقال أنا أعزب، قال عفوا غاب يوما أو يومين عن درس، فسأله ما الذي أخرك؟ فقال ماتت زوجتي فدفنتها وأنا يعني انشغلت بهذا. فقال له يعني أنت الآن أعزب، هل تزوجت؟ قال ما تزوجت، ومن ذا يزوجني وأنا ليس معي شيء؟ فقال أنا أزوجك، فزوجه بابنته. يقول كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة فلما رجعت إلى داري صليت العشاء ثم رجعت إلى الدار فطرق الباب طارق فقلت من؟ فقال سعيد. قال فخطر ببالي كل من اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، لأن سعيد بقي له 40 سنة لا يذهب بعيدا عن بيته أو مسجده. قول سعيد بن المسيب بقى 40 سنة من بيته للجامع ومن الجامع للبيت، لا بيروح لا يمين ولا شمال، ما بيزورش حد ولا حد بيضيع وقته يعني. يقول ففتحت الباب فإذا هو ابن المسيب وإذا وراءه ابنته التي زوجنيها يعني، فدفع لي ابنته وقال كرهت أن تبيت ليلة وأنت أعزب، وأخذ الباب في يده وانصرف. فلما دخلت البنت وقعت من طولها من الحياء، لم تتعود الرجال قط، أول مرة ممكن تكون شافت راجل في حياتها في هذا اليوم، راجل غير أهلها يعني. فلما أدخلت البيت ورأت أنها وحدها مع زوجها ما تحملت، وقعت من طولها. فبعدما مضى ما مضى ذهبت إلى مجلس سعيد فقال لي كيف رأيت زوجك؟ عمل إيه البنت معاك؟ يقول فقلت له على ما يحب الصديق ويكره العدو، يعني حاجة تتحسد. فقال له سعيد إن رابك شيء فالعصا، لو حصل منها أي حاجة كده ولا كده اضرب على طول، يدله على طريق الذي يضبط به أمره. فالراجل قال له إن رابك شيء، لو في حاجة مزعلاك أو حاجة شاكك إن هي هتعمل كده ولا كده اضرب على طول، فالعصا اضربها، كسر دماغها، بقول له كده يعني. وهؤلاء هم الرجال الذين يحفظون بيوت بناتهم. لكن اليوم للأسف نبتت نبتة السوء، رجال تربوا على غير الطريقة الشرعية، لا هم على الطريقة الإسلامية ولا على طريقة أهل المروءة والرجولة، هم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تربوا على الأفلام والمسلسلات والتلفزيون والحاجات دي كلها، وعشش إبليس في رؤوسهم. تيجي لأحدهم ابنته غاضبة فيقول لها أجيب لك سيد سيده، أنا طلقت منه الآن أجيب لك سيد سيده، هو يعني هيعمل لي فيها 7 البرومبا وبتاع، ويتخن دماغ البنت أكثر على زوجها، فيكون عاقبة أمرها أن تنكسر، تطلق وتجلس بجواره، وكما يقول العوام ميل بختها يعني، بهذه العنجهية الفارغة التي لا تؤدي إلى شيء ولا تعني شيئا إلا ضعف عقول هؤلاء. إنما الرجال يفعلون كما فعل سعيد. فالزبير طبعا نفس القصة، معه زوجتان، فإذا وقع شيء لما يحصل حاجة ويغزوه ولا حاجة يربط شعرهم في بعض وفين يوجعك، ويضربهما ضربا شديدا عشان يعني يضبطهما على الطريق. فكانت الأخرى اللي هي مع أسماء كانت تتقي، كانت يعني تعرف تتصرف، لما يحصل الضرب تروح يمين وشمال فيجي الضرب كله على أسماء رضي الله عنها بنت الصديق الأكبر رضي الله عنها وعن أبيها. فكانت تذهب إلى أبيها الصديق وهي مغضبة، وهي طبعا مضروبة بقى، والراجل يعني عمل العمل. فيقول لها أبو بكر ارجعي إلى زوجك. تقول له ده ضربني وكسر عظمي ولا عملت له حاجة ولا من غير أي سبب، أنا ما اتكلمتش أصلا، دي التانية اللي عملت وأنا ما بعملش حاجة خالص، أنت عارفني يعني، فهو أنا اللي خدت العلقة كلها لوحدي. فيقول لها ارجعي إلى الزبير فإنه رجل صالح ولعله أن يكون زوجك في الجنة. فيكون الحل عندئذ في المشاكل إن يعطى للرجل مساحة كي يؤدب أهله وكي يضبطهم على ما يريدون. ما هو مش ممكن إطلاقا يقوم بيت تكون فيه الست هي الرئيس. الإعلام والتلفزيون والأفلام والحاجات العك ديت بقى لها قرن تقريبا أو نصف قرن
تريد أن ترسخ هذا المبدأ، تريد أن تقلب الزعامة في البيت من الرجل للمرأة، ونجحت في بيوت كثيرة جدا. بقى الست هي الراجل، بقى المتحكم في البيت اللي بيحرك البيت الست، وتقول له اعمل يقول لها حاضر. فهذا من تأثير الآلة الإعلامية الحديثة التي تريد أن تدمر بيوت المسلمين. عايزين يقلبوا الكفة، يخلوا الزعامة في يد المرأة، والمرأة لا تصلح إطلاقا لأن تقود سيارة، مش تقود بيت ولا تقود مثلا يعني ما هو أكبر من ذلك. الجماعة المضللين هؤلاء أنصار المرأة اللي يقول لك بتعود حقوق المرأة، وهم بيكرهوا المرأة أصلا، هم بيوقعوها في الغلط، أخرجوها من دارها وضيعوها وضيعوا منها أولادها وقلبوا عليها زوجها، لأنها أصبحت مش فاضية له، للنهار بتشتغل وبترجع تقول له أنا زيك وإحنا زي بعض، وأنا بصرف وأنت بتصرف، فما تتكلمش خالص. هنعمل بقى مجلس شعب هنا، لازم تاخد رأي في كل حاجة. ده بيت ده ولا مجلس شعب؟ تاخد رأيها في كل حاجة. عايزين نكح ولا تقول لا نكح ولا ما نكحش. احنا مش اعمل مش عارف ايه، اعمل ولا ما اعملش. لا مانع من الاستشارة، بس ما تبقاش المسألة بقى بالصورة دي ان هي مجلس شعب. بقى لهم كما قلت 50-60 سنة شغالين بقى افلام ومسلسلات ويعودوا الرجال على التخنث وعلى الميوعة، ومن البداية تطلع الشاب كده فرفور ملوش في حاجة خالص. ابن امه اول ما يتولد على طول ايه، ابوه يجيب له موبايل وهو لسه في اللفة، لما عايز يعيط في الموبايل لامه بحيث تيجي ترضعه. يروح المدرسة ولا الحضانة كمان، يطلع بس من باب الأوضة لأول الصالة يروح يتصل بأمه يقول لها أنا وصلت الصالة يا ماما، تقول له وصلت يا حمادة، يقول لها وصلت يا ماما. يوصل الأسانسير يقول لها وصلت الأسانسير يا ماما. البيت الباص خدني يا ماما، نزلت من الباص يا ماما، دخلت الفصل، أكلت السندوتشات. إيه القصة دي؟ فتقعد طبعا ماما طول النهار جنب الموبايل تغني على حمادة طول السكة رايح حمادة جاي عليها. فحمادة ينشأ على هذا الوضع ابن أمه ملوش في حاجة خالص، لو حب يهرش يتصل بأمه الأول. طب ده بالله عليكم ده ينفع يعمل حاجة في حياته؟ إطلاقا طبعا. ده هو بقى تابع لأمه، ده لا يصلح بأي حال من الأحوال. ولهذا العرب كانت بتخلي العيال يتربوا بره البيت بعيد، كانت تأتي المراضع تأخذ الأولاد تربيهم بعيد عن آبائهم وأمهاتهم حتى يخرجوا رجال، الرجال مش النساء. فيطلع الولد خيخة ما يعرفش يعمل أي حاجة. لكن الولد ساعتها هناك بالتربية هذه التربية العربية الأصيلة، لما يرموه في الصحراء كده يقعد يتربى هناك 3-4 سنين ما يسمعوش عنه خالص، ويرجع لهم ولد معتمد على نفسه. مش كل البيوت مبنية على الحب والرومانسية اللي بيحكوا عنها في الأفلام دي إطلاقا. يعني صحيح في من ده، في بيوت فيها حب والإسلام يأمر بهذا ويزكيه، لكن أقصد مش لازم يبقى ده السائد، ومش لازم يبقى الحب بالصورة اللي بيحكوا عنها في الأفلام. في حب ما يبقاش بهذه الصورة، يعني هم مش لازم. أصل المشكلة إن هم معلمين الناس إن هو زود الحركات اللي هو يقعد بقى يسمع مش عارف مين ويعمل إيه ويقعد يبص في النجوم وهو فاضي يبص في النجوم الأيام دي. ده لو بص في النجوم هيخبط خطوة عربية. جماعة في أوروبا وفي أمريكا بتوع حقوق المرأة دول نصابين، مش بيقولوا كلام فارغ، مش بيعملوا حاجة منه. فين حقوق المرأة وهي شغالة عندهم سلعة؟ يقول لك حقوق المرأة وإحنا بنحافظ على المرأة ونديها حريتها. أي حرية هذه التي تخرجها من بيتها وتجعلها سلعة في أيدي العابسين يتلاعبون بها؟ فتاة إعلانات ولا بتاعة ولا مومسة ولا منيلة ب60 نيلة ولا سافرة يراها كل من شاء. سلعة، يعني أصبحت سلعة المرأة عندهم. زي مثلا عاملين معجون حلاقة للرجالة على صورة امرأة عارية. طب ايه دخل النساء في الحاجات دي؟ يعني تجيب مثلا ترابيزة جنبها صورة امرأة، طب عربية جنبها صورة امرأة عارية.